كارثه يا شباب، كارثه بجد مش هزار. في جامعه MIT اكتشفوا ان مواقع الذكاء الصناعي بتخلي دماغنا تخس. عضلات المخ اللي المفروض تتمرن بالتفكير والبحث والكتابه تبدا تضمر وتضعف. في التجربه اللي عملوها اكتشفوا ان مواقع الذكاء الصناعي بتسبب 4 اعراض خطيره. اخر عرض هو اخطر عرض. هقول لكم ملخص الدراسه الخطيره دي، يلا بينا. في كل مره بتفتح فيها شات جي بي تي وبتساله سؤال او بتطلب منه يكتب لك ايميل او حتى يساعدك في واجباتك، عمرك فكرت ايه اللي بيحصل جوه دماغك في اللحظه دي بالذات؟ هل عقلك بيشتغل وبيبدع ولا بيريح وياخد اجازه؟ علماء جامعه MIT كان عندهم نفس الفضول ده، فضولهم خلاهم يعملوا دراسه هي الاولى من نوعها. الباحثين في الجامعه جابوا 54 شخص وقسموهم 3 فرق. الفريق الاول طلبوا منه يكتب مقالات ومواضيع صعبه بس معاهم سلاح سري او الشات جي بي تي. الفريق الثاني قالوا لهم استخدموا جوجل براحتكم، اما الفريق الثالث الغلبان فكان لازم يعتمد على دماغه بس. وطول ما هم شغالين كان في اجهزه بتراقب كهرباء المخ ونشاط 32 منطقه مختلفه في دماغهم، كانوا بيصوروا الدماغ وهي بتفكر لحظه بلحظه، والنتيجه بقى كانت كارثيه. الفريق اللي استخدم شات جي بي تي نشاط دماغه كان في الحضيض، اقل تفاعل، اقل نشاط عصبي ولغوي وسلوكي، كأن الدماغ شايف ان في حد تاني بيقوم بالمهمه الصعبه دي، فقرر يدخل في حاله كسل وخمول. تخيل ان الاجهزه بينت انخفاض بنسبه 47% في الاتصالات العصبيه جوه الدماغ، زي ما يكون كمبيوتر فجأة نص قدرته على المعالجة اتعطلت. والأخطر من كده إن مع الوقت مستخدمين شات جي بي تي بقوا أكسل وأكسل. في الأول كانوا بيحاولوا يعدلوا على الإجابات، لكن في الآخر الدراسة بقوا بياخدوا الكلام كوبي بيست من غير أي تفكير، وفقدوا الإحساس بملكية اللي بيكتبوه، فقدوا الإحساس بالإبداع. الصدمة الكبيرة بقى إنهم لما طلبوا منهم في الآخر يكتبوا نفس المواضيع دي من غير مساعدة، أكتر من 83% منهم فشلوا إنهم يفتكروا جملة واحدة من المقالات اللي هم لسه كاتبينها من دقايق. كان المعلومات دخلت وخرجت من غير ما تسيب اي اثر، كانهم بقوا مجرد ساعي بريد بينقل الكلام مش فاهم. والفحوصات بينت استمرار انخفاض النشاط الدماغي عندهم، وده بيدل على اثر طويل الامد من مواقع الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي. الدراسه دي بترفع رايه الخطر. الباحثين بيقولوا ان الاعتماد الزايد على الذكاء الصناعي بالشكل ده ممكن يسبب حاجه هم سموها بالديون المعرفيه، بمعنى ان انت بتريح عقلك النهارده بس بتدفع ثمن غالي قوي بكره من قدرتك على التفكير النقدي والابداع والتحليل. الخوف الاكبر على الاجيال الجديده، الاطفال والشباب اللي دماغهم لسه في مرحله النمو، ايه اللي ممكن يحصل لهم لو اعتمدوا على الادوات دي في كل حاجه في تعليمهم؟ الذكاء الصناعي اداه جباره ممكن تساعدنا وتوفر علينا وقت ومجهود، لكن دراسه MIT بتجبرنا نسال نفسنا سؤال مهم: هل احنا بنستخدمه كاداه مساعده علشان نكون اذكى وافضل، ولا بنخليه ياخد مكان عقلنا ونخاطر اننا مع الوقت نتحول لمجرد مستهلكين للمعلومات مش مبدعين ليها؟ رايكم ايه بعد اللي سمعتوه ده؟ هل هتغيروا طريقه استخدامكم لشات جي بي تي؟ وازاي نقدر نقلل من اثاره الجانبيه الخطيره دي؟ اشوفكم على خير، سلام.